كان في كلمة أول مرة كنت أسمعها كانت من عمر عبد الرحيم، هي مقولة لشخص مشهور يعني: أغلى وأثمن مكان في العالم هو المقابر. لأن في تجارب بشرية وخبرات ومعرفة رهيبة ماتت مع أصحابها. صح. أما حتى أفكر في الموضوع ده، يا نهار أبيض. فتخيل أنت لو معرفتك ما شاركتهاش مع حد. هو الإنسان برضو دايما يعني يمكن عندنا هنا الموضوع بيبقى صعب شوية، لأن تفاعل الناس مع حاجة زي دي بيبقى شديد، رد الفعل قوي جدا، زي اللي هو النصاب. هل يستحق؟ بدأ مش عارف. طب اديني الكورس ببلاش ولو عجبني اديك فلوس. طب اديني الكورس ولو حققت نتائج هدفع. يا عم ما تاخدوش. والله انت عارف يا بهاء، يعني حقيقة انا اتعلمت حاجات كتيرة قوي من شغلي كمهندس، ومن البيع. من البيع بيجي قدامك نماذج. انا فعلا يجي لي طالب مثلا، طالب يقول لي انا بص انا هدفع على كذا شهر، مفيش اي مشكلة ومفيش اي ضمانة. يعني الضمانة الوحيدة للجدية انك تدفع اول جزء، ما لا هدفع 200 جنيه مثلا الشهر ده. تمام، افتحوا له الكورس. شخص اخر يقول بص انا كل مقدرتي هو هذا المبلغ. افتحوا له الكورس. ففكرة بس ان انت تبايع. والله يا اخي في ناس بعت لهم الكورس ولا ما يبقى معاك فلوس يبقى ادفعها. والله بتحصل. اللي هو اصلي معلش الكورس متسرب. والله بيتباع $5. والله وعارف دي من اول يوم.